نيو بوي، كلنا عارفين نيو بوي، شركة الألعاب اللي كنا بنشوف إعلاناتها دايما زمان على سبيستون، واحدة من أكتر العلامات التجارية المشهورة في عالم الألعاب في الوطن العربي، لكن فجأة وبدون سابق إنذار اختفت تماما وما بقناش نشوف لها أي إعلانات. يا ترى إيه اللي حصل وليه اختفت؟ في الفيديو ده هنتكلم عن نيو بوي من البداية للنهاية، أتمنى الفيديو يعجبكم. سنة 1999 نيو بوي بتبدأ كمشروع لتجارة القرطاسية، الأدوات المدرسية والأدوات المكتبية إلى آخره. نيو بوي هتثبت نفسها في المجال ده وهتشارك في معرض بيبر وورلد، وده واحد من أهم المعارض الدولية المتخصصة في مجال الورق والأدوات المكتبية، وهو عبارة عن معرض تجاري عالمي بيجمع شركات ومصنعين وتجار من مختلف دول العالم علشان يعرضوا أحدث المنتجات اللي عندهم. طبعا معظمنا عارف اللوجو ده المشهور بتاع نيو بوي، لكن احب اقول لكم ان ده كان اول لوجو لنيو بوي، وكمان عملوا شخصية اسمها حرفيا نيو بوي. ذهب صديقنا نيو بوي وجمع لنا الصور المطلوبة عن أبطالنا المحبوبين. نيو بوي صديق الجميع. وفي سنة 2002 نيو بوي بتبدأ صفحة جديدة تماما وبتدخل مجال الألعاب وبتنشئ قسم جديد في الشركة، قسم شخصيات الألعاب، وبتبدأ الرحلة في عمل التراخيص لشخصيات الألعاب. وأول لعبة هتتوفر عندهم ويعملوا لها ترخيص هي لعبة باتل بيدامان. ريدي سيت بي فاير. باتل بيدامان، المجموعة الكاملة من الألعاب المتطورة وعالية الجودة، فقط من نيو بوي. وزي ما احنا عارفين نيو بوي هتعرض اعلانات منتجاتها على شاشة سبيستون، واللي هيكون في بينهم شراكة تاريخية هتمتد لسنوات طويلة. نيو بوي مش هتكتفي بعمل التراخيص وبس، لان في سنة 2003 نيو بوي هتبتكر شخصية فلة. اسمها فلة، احلى صبية سمراء وبدية، فلة ما احلاها، وهتبقى الدمية رقم 1 في العالم العربي. والكلام عن فلة طبعا كتير، عشان كده انا عامل وثائقي كامل عن فلة لوحدها هتلاقوه على القناة. وفي نفس السنة نيو بوي هتنشئ قسم جديد في الشركة اسمه قسم العلامات التجارية، وأيوة العلامات، لأن إبداع نيو بوي مش هيقف عند فلة وبس زي ما هنشوف مع بعض. نيو بوي هتطلق علامة تجارية جديدة باسم فانتونير، علامة تجارية للألعاب التعليمية بتستهدف الأطفال لحد سن 12 سنة. مرحبا، اختر حرفا. الحرف حاء، صورة حصان. اكتب كلمة بنت، باء، نون، تاء. سيتعلمون الكثير. وهي عبارة عن مجموعة من الوسائل التعليمية الإلكترونية. فانتوليرن بدأت ب5 منتجات بس، وبعدين توسعت لأكتر من 13 منتج، وكانت بتوزع منتجاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما كانتش بتعتمد على جودة المنتجات وبس، لكن على المحتوى والقيم اللي تناسب عالمنا العربي، واهتمت بكل الجوانب دي وهي بتعمل منتجاتها. وفي نفس السنة نيو بوي هتستحوذ على حقوق سابق ولاحق الدولية للتلفزيون والتسويق والألعاب من شركة شوبرو اليابانية. وبمحرك أقوى، مسودة ببطاريات نيو بوي القوية، سيارات سابق ولاحق الجديدة، قطعة القيادة. وفي 2005 نيو بوي هتأسس قسم جديد تماما، قسم الأغذية، وبناء عليه هتطلق العلامة التجارية سويت تون. نضيف المرح إلى الغذاء عشان تستفيد من شعبية الشخصيات اللي بتمتلكها زي فلة والشخصيات اللي واخدة لها تراخيص. فكرة سويت تون هي تقديم منتجات غذائية للأطفال باستعمال الشخصيات الكرتونية اللي بيحبوها. علي أن أسرع وإلا خسرت كل شيء. سأسبقهم جميعا، لابد أن أكون أنا الفائز. لقد وصلت الخطوة الأخيرة. إنها لي. ايرون كيد، باتل بيدامان، ناروتو، حليب بطعم الفراولة والموز والشوكولا، طعم رائع مليء بالحيوية. وكانوا بيعملوا مسابقات زي جمع واكسب، او بيكون في هدايا داخل المنتج نفسه. ومن المنتجات بتاعتهم بيضة الشوكولا وحليب بنكهات ورقائق الذرة والعلكة والبسكوت وحاجات تانية كتير. وكمان في نفس السنة نيو بوي هتعلن عن انطلاق مجلة فلة، مجلة مبنية على شخصية فلة اللي نيو بوي بتمتلكها. تقرأين في العدد 66 من مجلة فلة ماوية القرطبية. اكتشفت ماوية وجود القرصان في القصر، مع الكثير من التسالي الممتعة والموضوعات المشوقة في مجلة فلة، مجلة كل فتاة عربية.
في 2007 نيو بوي هتسجل أول براءة اختراع لمفهوم لعبة، وهي سكان تو جو، وهي عبارة عن سباق سيارات، لكن مش بتختار سيارة وخلاص وتبدأ تسابق. كل سيارة بتكون مزودة بجهاز سكان وبيكون معاها مجموعة من الكروت، بتعمل سكان للكروت دي في السيارة، وكل كارت بيضيف حاجة مختلفة زي السرعة، القوة، التحكم، وهكذا. ونيو بوي هتوقع مع شركة دي رايتس اتفاقية لإنتاج مسلسل كرتون متكون من 52 حلقة مبني على سكان تو جو اللي من اختراع نيو بوي. انتوا متخيلين ايه اللي بيحصل؟ نيو بوي كانت بتاخد ترخيص لبيع منتجات لشخصيات الكرتون اللي موجوده بالفعل. دلوقتي نيو بوي ابتكرت لعبه جديده وبناء عليها هيتعمل مسلسل كرتون. انتوا متخيلين نيو بوي وصلت لايه؟ يعني لاول مره مش بس نيو بوي هتعمل تراخيص عشان تبيع منتجات، دي بقت هي اللي بتصنع المسلسلات اللي هيتباع لها منتجات. وفي نفس السنه نيو بوي هتطلق علامه تجاريه تانية هي بيبي حبيبي. أنا أتنازع مع بيبي حبيبي لأني أحبها، وهي علامة تجارية مخصصة للبنات من سن 3 ل 8 سنوات، وبتنتج دمى أطفال وإكسسوارات ليها. والشركة هتقدم علامة تجارية تانية بيبيز انتو فن. بيبيز انتو فن سيتعلم طفلك الربط بين الأشكال المختلفة والأماكن المخصصة لها، وهي عبارة عن خط إنتاج ألعاب مخصص للأطفال الرضع ومرحلة ما قبل المدرسة. في 2010 مسلسل سكان تو جو هيكمل ويتعرض، ونيو بوي هتوزع ألعابها في إيطاليا وأسبانيا والبرتغال وكوريا وسنغافورة والفلبين. ونيو بوي هتاخد تراخيص لبي بليد وباكوجان وحاجات تانية كتير. وهنا لازم نقف مع حاجة مهمة جدا، وهي إن نيو بوي ما كانتش بتبيع الألعاب وبس، دي كانت بتعمل مسابقات ليها. مثال عشان نفهم، مسلسل بي بليد في الجزء الأول منه بتحصل المسابقة الوطنية في البي بليد، فنيو بوي بتعمل إيه؟ بتعمل مسابقة زيها في الحياة الواقعية. وانت تقدر تشارك فيها بجد وتنافس على الفوز، وبيكون في المسابقات دي جوائز ممكن تكون جوائز مالية أو منتجات من نيو بوي. قس على ذلك مسابقات لبيدا مان ومسابقات لسكان تو جو اللي نيو بوي بتملكها، وتقريبا مسابقات لباكوجان وهكذا. ودي حاجة عظيمة جدا، هي مش بس بتبيع لك الألعاب لكن بتدي لك تجربة كاملة بيها. ده غير المسابقات اللي على الموقع بتاعهم زي مسابقات أسئلة شهر رمضان، ما اسم مخترع العدد 0؟ بانتظار إجاباتكم في التعليقات، ومسابقات تانية كتير. وعلى مدار السنين اللي جاية نيو بوي هتكبر وتتوسع أكتر وأكتر، وهتوقع في 2013 اتفاقية مع شركة هاسبرو، ودي لو ما تعرفش واحدة من أكبر شركات إنتاج الألعاب في العالم كله. ونيو بوي قدرت تحصل على حقوق توزيع الألعاب بتاعتها. وكمان نيو بوي عملت مجموعة من الاتفاقيات زي اتفاقية مع شركة وورنر علشان تستخدم شخصية سوبرمان في الدعاية لمنتجاتها الغذائية. سوبرمان سيريال بارز المقرمشة، حطم حواجزك. ووقعت مع شركة سانريو، ودي الشركة اللي بتمتلك حقوق شخصية هيلو كيتي المشهورة عشان تنتج منتجات غذائية عليها الشخصية دي. بسكويتات شهية محشوة بكريمة الشوكولا اللذيذة تأتيك من عالم هيلو كيتي الجميل المليء بالمرح. وعملت اتفاقية تانية مع شركة سيجا علشان تستخدم شخصية سونيك في المنتجات الغذائية اللي هي بتنتجها. إما أن تغمس أصابع البسكويت بالشوكولا اللذيذة. وعملت اتفاقية مع نيكلوديان علشان تنتج منتجات عليها شخصية دورا وسلاحف النينجا وسبونج بوب. واتفاقية كمان مع شركة دامس شركة المجوهرات المعروفة علشان تنتج مجوهرات مستوحاة من علامة فلة التجارية. مجوهرات فلة من دامس. وعملت اتفاقية دعم مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية بتشمل أنشطة مالية وتعليمية وترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة. وعملت اتفاقيات مع شركات وجهات تانية كتير. نجاوب بقى على أهم سؤال، أين اختفت نيو بوي؟ الحقيقة إن الشركة ما أعلنتش عن نهاية واضحة، لكن بناء على المصادر الموجودة الشركة عانت من انهيار مالي حاد سنة 2016 وعجزت عن سداد ديونها مع البنوك في دولة الإمارات، وده اللي أدى في النهاية لإغلاق مقر الشركة في دبي. والشركة وقفت بشكلها المعروف حوالي سنة 2020 وتم تفكيكها أو تحويلها لكيانات تانية زي توي ترانجل أو مثلث الألعاب اللي أخد مجموعة من علامات نيو بوي التجارية، وفي النهاية تحولت من شركة عملاقة لمجرد اسم تجاري. الجدير بالذكر وأنا ببحث عشان أعمل الفيديو ده لقيت موقع وصفحات باسم نيو بوي ستور، ولما تواصلت معاهم ده كان الرد بتاعهم.
يعني نقدر نقول ان نيو بوي ما اختفتش بشكل كامل، لكن اكيد اتغيرت تماما عن الاول. يمكن نيو بوي ما بقاش ليها نفس الحضور دلوقتي، ويمكن الزمن اتغير، لكن اللي عملته نيو بوي يفضل تجربة عظيمة جدا، وهتفضل جزء مهم من طفولة جيل كامل. سواء شفتهم في الاعلانات او اشتريت منتجاتهم، اثرهم هيفضل موجود. والسؤال هو، هل ممكن نشوف تاني شركة عربية تحاول تعمل نفس اللي عملته نيو بوي؟ دي كانت كل حاجة، وفي النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وشاركونا بأكتر إعلان فاكرينه لنيو بوي. إنها لي، إليك يا مروان. كلا، مستحيل، محاولة جيدة. لن أدعها تدخل في شباكي. سأقوم بإيقاظه. خذ هذه. سوف أمسكها. الكشف الذهبية. هيا يا زين، نريد هدف الفوز. إعصار النار. حقق الهدف مع علكة أبطال الكرة.